السيسي هو كلمة السر في تراجع ترامب عن ضرب إيران بعد ما أصدر ترامب أمر بإخلاء طهران واستعداد أمريكا لتوجيه ضربة هتقسم ظهر إيران. ترامب حذف كل التغريدات دي وقال: أنا كنت خايف على الأرواح هناك، عشان كده أصدرت أوامر بإخلاء طهران. لكن الحقيقة عكس كده تماما، وعشان ترامب بيحب الكذب زي يعني ما قدرش طبعا يقول الحقيقة والكواليس اللي حصلت بعد ما كان ناوي يمحي إيران من على الخريطة. الحكاية يا سيدي كلها بدأت بعد ما تهديدات ترامب الأخيرة لإيران، مصر ومجموعة دول من العرب قالوا ده مستحيل يحصل، الحرب دايرة بين تل أبيب وإيران، إيه اللي يخلي أمريكا تتدخل؟ هي أي دولة هتقف لإسرائيل يبقى أمريكا لازم تدخل تحوش عنها. وده طبعا معناه إن تل أبيب تعمل اللي هي عايزاه في أي دولة، ولو الدولة دي عندها جيش وصواريخ وقررت ترد، أمريكا تدخل وتضرب على طول. الوضع ده ما ينفعش يتسكت عليه أبدا، علشان كده مصر كالعادة وقفت سد منيع قصاد أمريكا وترامب، وقالت الموضوع هيتم تصعيده لأعلى مستوى. القيادات الأمريكية استفسروا عن مدى التصعيدات دي، ومصر أكدت إن وقتها هيكون في ضربة مشتركة هتبدأ من مصر وباشتراك أكتر من 6 دول من الشرق الأوسط، وزيادة عليهم إيران نفسها. الضربة دي هتبقى موجهة لتل أبيب وأي دولة تفكر تدخل تساعدها. الكلام ده طبعا زلزل الدنيا في أمريكا، ووزارة الدفاع الأمريكي طلبت من ترامب إنه يتراجع عن كل التصريحات وتهديداته، وإن أمريكا ملهاش أي علاقة بالحرب اللي بين تل أبيب وإيران نهائي. وطبعا ده حصل بالتزامن مع عودة العلاقات الطيبة بين مصر وإيران، بعد ما القيادة في طهران قرروا إنهم يشيلوا اسم قاتل الرئيس السادات من على شارع هناك وغيروه لاسم تاني. ومش بس كده، مفيش دولة عربية من مصلحتها إن إيران تتدمر بالشكل اللي كان عايزاه أمريكا، ده غير إنهم بيدافعوا عن نفسهم بعد ما تل أبيب وجهت ليهم ضربات قوية، واللي بتعمله طهران حاليا رد فعل مش أكتر. عشان كده السيسي كالعادة هو حامل حمى ومستعد يعمل أي حاجة مقابل الاستقرار في المنطقة، وهو كمان السبب الرئيسي في تراجع ترامب 10 خطوات عن نيته في توجيه ضربة قاتلة لإيران. دول الخليج ممكن تساعد اسرائيل ضد ايران، وايه الحكايه دي؟ وايه كمان اللي حصل النهارده في مجلس الامن؟ المندوبه بتاعت امريكا في مجلس الامن غلطت وبتقول لك ايه؟ اسرائيل بتنشر الارهاب، بعد كده قالت لك لا معذره انا غلطت في الكلمه دي، ايران هي اللي بتنشر الارهاب. سبحان الله، كلمه الحق بتطلع الاول. ايه حكايه ان الخليج يساعد اسرائيل دي يا عم؟ طلع وزير الماليه الاسرائيلي اللي هو سموتريتش بيقول لك ايه؟ دول الخليج بتكسب تريليونات، طالما هم بيكسبوا فلوس كتير كده لازم يساعدونا ويمولوا الحرب بتاعتنا ضد ايران. طب الكلام ده معناه ايه؟ بص خلينا متفقين ان العدو الاول لدول الخليج مش اسرائيل، العدو الاول هو ايران. وهو لما بيقول كده هو بيساوي، يقول لهم بصوا العدو بتاعكم لو انتصر علينا انتوا عليكم الدور بعدنا. كلامه ده دليل على ان فعلا اسرائيل بتنهار اقتصاديا بسبب الحرب دي. واساسا انا شايف ان دي بجاحه من وزير الماليه الاسرائيلي ان هو يقول لازم دول الخليج تدفع للحرب، يعني حتى لو هيدفعوا مش يبقى على الملأ كده. والبجاحه اكتر ان النتن طلع من كام يوم بيقول لك بعد قيام دوله اسرائيل واجهنا عالما عربيا موحدا، وبالتدريج قدرنا ان احنا نفرق. الكلام ده معناه ان تم زرع اسرائيل بالفعل في المكان ده عشان يمزقوا العرب ويخلوا كل دوله لوحدها ومحدش يتحد مع التاني. سبحان الله، لما يطلع هو يعترف بالكلام ده واحنا لسه مش معترفين بيه ولا قادرين نشوف، ربنا يوحدنا. الدور على مصر. اللي يقول لك الدور على مصر قول له الدور على امك مش على مصر. الدور جه على مصر في 2011 لما كانوا عايزين يوقعوها، والدور جه على مصر في 2012 لما الاخوان كانوا عايزين يبيعوا سينا ويقسموا الشعب. الدور جه على مصر لما فجروا المساجد والكنايس. الدور جه على مصر لما فجروا كل مديريات الامن في كل محافظات مصر. الدور جه على مصر لما قتلوا ولادنا في سينا. الدور جه على مصر لما كان الارهاب في كل مكان، لكن بفضل الله ثم دماء ابطالنا من الجيش والشرطه مصر بقت في امن وامان. بص يا وحش، اليومين دول لو خايف يبقى تركن على جنب. لو خايف تقف في ظهر بلدك عشان هيقولوا عليك مطبلاتي ولجنه ومعرض، يبقى تركن على جنب وتشوف الرجاله وهي بتقف مع جيشها وبتسندل على بلدها. واديك شايف كل البلاد اللي حوالينا وقعت واتقسمت، وما فاضلش غير بلدك هي اللي واقفه بطولها قدام امريكا واللي ما يتسموش. فلو مش هتنزل الخندق معانا يبقى ما اسمعش صوت امك تاني وتقعد تتفرج على الرجاله وهي بتسندل على بلدها وبتحميها بارواحها. حفظ الله الوطن، حفظ الله الجيش، وتحيا مصر.